هو كان حظي الحلو إن كنت باخد الجرايد بتاعة السكان، وبالصدفة وقع تحت إيدي مقالة كده كان اسمها بريد الجمعة، عارف. وابتديت أقرأ لعبد الوهاب مطوع قصص بتيجي في بريد الجمعة. يمكن ده المنفذ بالنسبة لي وطاقة الأمل اللي ورتني حاجات أنا في سن صغير ما كنتش أعرفها. كم سنة الوقت ده تقريبا؟ يعني بنتكلم مثلا 14 سنة حاجة كده خلصتي في ثالثه اعدادي اولى ثانوي في الحتة دي بالظبط يعني. اوكي. بالظبط. بقيت شايفة ان ده يعني بستنى بقى يوم الجمعة وادور على جرايد قديمة واقعد اقرا. لقيت ان في ناس كتير كان عندها مشاكل او تشالنجز في حياتها، وبيبعتوا لعبد الوهاب المطوع ويقولوا له. في ناس كانوا بيحكوا له بعد كده ان هم نجحوا، ويقولوا له ان احنا تمسكنا برأيك وبكلامك، وفعلا لقينا نتيجة لشغلنا واجتهادنا يعني. ونماذج كتير جدا لناس جميلة كافحت في حياتها وقدرت توصل لحاجة كويسة على كل المراحل. أنا فاكرة أن بعد ما خلصت الإعدادية كان الكلام كله بيدور حوالين خلاص المفروض أقعد في البيت وما كملش التعليم، وكده حلو قوي وكفاية كده وتمام. وكان القرار شبه منفذ يعني. وكان والدي بيقول خلاص احنا نرجع بقى تاني الصعيد نقعد هناك وكفاية كده، وخايف على البنات ومن تربية القاهرة. يعني هو ليه نظرة مختلفة كراجل صعيدي تقليدي يعني. كنت متضايقة جدا وحزينة جدا، وحاسة ان الناس اللي حواليا مش فاهميني. يعني انا حاسة ان في حاجة بكرة احسن ممكن تحصل. شايفة ان انا ماشية كويس وان انا بأدي كويس في دراستي، فشايفة ان انا محتاجة الفرصة دي. هي دي الفرصة بس الوحيدة اللي قدامي، ما عنديش اي حاجة تانية. فمش عارفة يعني، سبحان الله مسكت ورقة وقلم وكتبت جواب لعبد الوهاب مطوع. كتبت له كل حاجة انا حاسة بيها والظروف اللي حواليا، وبعت الجواب في البوسطة يعني. وكنت مستنية بقى كده ان حاسه ان هو هيرد بقى عليا في مقاله زي اللي بقراهم بقى، والى انسه ح ميم. لقيته بعد فتره بوكس صغير كده، الى انستي الصغيره ح ميم، لان برجاء الحضور الى مكتبي. فبسطت جدا ورحت مكتبه. انا فاكره المكتب كان في وسط البلد تقريبا في العتبه. ودخلت المبنى، مبنى كبير، وكان بالنسبة لي فاكرة ان المشوار كان طويل جدا، يعني ان انا من الجيزة مع دلوقتي المسافة صغيرة، بس انا اللي هو خايفة اتوه وبتاع وفعلا انا هقابله ولا هقابل حد 15 سنة يعني. هيقعد معايا، وخايفة اقابل حد يبقى كل اللي في دماغه ان هو يديني مساعدة، وانا ما كنتش عايزة مساعدة. فبرضو يعني كنت قلقانة وخايفة. حاجات كتيرة بتدور في دماغك وانت رايح بس انا نفسي وخلاص. اشوف الراجل ده. يعني فعلا دخلت، استقبلتني سيدة في مكتبه وقعدت شوية، وبعد كده دخلت كلمت معاه. هو متواضع بدرجة أنا ما شفتهاش في حياتي. اداني من وقته ساعة أنا حسيت إن هي الوقت كله بيسمعني. بس لأول مرة بحس إن أنا موجودة، حد بيسمعني مهتم يعرف أنا بحلم بإيه، عايزة إيه، أنا شايفة الدنيا إزاي. أسئلة عمر ما حد من أهلي يعني سألنيها لي أو اهتم بأحلامي أو طموحاتي. فقد إيه هو اداني طاقة أمل وموتيف كبير جدا إن لأ، اللي انت بتفكري فيه صح، وكملي وصممي وانتظري جوائز السماء. انتظري جوائز السماء. بالظبط كده. وقال لي أي الفجر عشان يطلع بتبقى قبليه يعني أكتر فترات ضلمة. دنيا ضلمة. فأنت ممكن فجرك يبقى قريب قوي، بس كل اللي محتاجاه
انك تبقي صبورة. وخلص اللقاء على كده وفضل كلامه ده جوايا يعني. مدلكيش اي مساعدة مالية، لا مدلكيش اي مساعدة خالص خالص؟ خالص. وهو ده اللي انا جميل. كنت محتاجاه صح. حقيقي. يعني كنت محتاجة حد يسمعني، حد يديني نصيحة، حد يوجهني، حد يديني امل ان انا تمام، ان في فرصة ممكن اوصل لحاجة احسن من اللي انا فيه. بس وروحت بيتنا، كلمت مع والدتي، كلمت مع والدي، شوية كلام طبيعي عادي وشوية خناق. بس الحمد لله قدرت أفوز في الخناقة دي، في إن أنا هكمل وهفضل مكملة شغل ودراسة. وفي الوقت اللي أنا هأثر فيه في تكفلي المادي بنفسي، خلاص ساعتها ما عنديش مشكلة إن أنا تمام أقعد في البيت أو يعني أتجوز وكده. بس ودي كانت الاتفاق بالظبط. فكملت.